بتاريخ 2/7/2013 قام رئيس مجلس القضاء السوري الحر المستقر القاضي عامر بيطار بزيارة منطقة حارم المحررة، وقام بجولة تفقدية إلى محكمة حارم. دخولنا غرفة قاضي تحقيق في منطقة حارم، والسادة القضاة. مراجعة ديوان المحكمة. الانتقال إلى غرفة قاضي البداية المدنية في المجلس. حيث كان يدور اجتماع بين رئيس مجلس وضابط أمن لواء المنطقة. حيث السلام عليكم. أسأل ثاني تمام. إذا صار الشارع العام والطيارة اتصال مع مكلف بناء الفصل طلب شامل لكل الاطراف يعني ان شاء الله. ونحن كاستاذ كقوى سوريه في مدينه حارم ندعم القضاء الحر ونقف الى جانبه، ونحن مساعدين له بتنفيذ قراراته وملتزمين بقرارات القضاء الحر، لان نعمل ان شاء الله بصف واحد مع القضاء كنا عسكريين. هذا السوق دمر كله لأنك عند أبويا ده. الديوان
على كل حال جهودكم مشكوره والله يعطيكم العافيه وانا اسالكم التوفيق وان شاء الله منظومه كويسه للمسؤوليه المستقبليه. ان شاء الله ان شاء الله نحن سعيدين جدا ونحن نطلب منكم الاسراع وعلينا التنفيذ ان شاء الله ان شاء الله ونقف ان شاء الله جنبا لجنب مع بعضنا ونقدم خطوه للمواطن الدرويش البسيط نضمن له حقه اضعف الايمان ونطبق القانون ان شاء الله على كل الناس واول العسكريين واخر العسكريين ان شاء الله. هذا نحن كوننا في المجلس العسكري وما يخص العسكري. نحن سعيدين جدا جدا لهالفرصه اللي صار في عندنا قضاء عادل وخارج عن موضوع النظام. ان شاء الله والحمد لله. جزاكم الله خير واهلا وسهلا بكم. يعطيكم الف عافيه. نحن نستأذن ما نساعد على كل شيء. بكره ما تجي شيء نشوف هلا اذا خلصنا الدركوش ان شاء الله. على اتصال معنا. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم. قام السيد رئيس مجلس قضاء السور الحر بإنهاء زيارته إلى محكمة حارب والانتقال إلى محكمة دركوش في هذا اليوم لتفقد أوضاعه. استعملنا